لقيتها بالطريقه كده احسن. جبت طبق وحطيت فيه ميه ومسكت البتنجان واحده واحده اغسلها وانقعهم شويه في نفس الطبق. طبعا ده كان كيلو بتنجان. بعد كده بعد ما غسلت البتنجان بعد ما نقعته في شويه ميه، ابتديت ان انا امسك بتنجانه وانشفها من الميه اللي عليها لغايه ما نشفت كل الكيلو اللي كان عندي. بعد كده رحت جايبه اكياس الحراريه ديت. لقيتها بالطريقه دي اسهل بكتير من الطرق العاديه. جبت الكيس الحراري، طبعا خدت واحد بس، وجبت صينيه وفتحت الكيس وابتديت ارص البتنجان جواه. بعد ما شلت الراس بتاعت البتنجان كده بايديا واحده واحده، فضلت امسك الكيلو زي ما انتوا شايفين كده، ابتدي اشيل الجزء اللي من فوق دوت. ما حبيتش اقطعه بالسكينه، قلت لا يتشال بالايد كده احسن. ومسكت الكيس الحراري، طبعا ده حجم كان اللارج الكبير، وحطيت كل البتنجان كله وابتديت الم الكيس كويس واقفله واربطه بالرباطه بتاعته. وجبت بعد كده هو مقص وعملت فيه فتحات بسيطه عشان البخار الزايد يطلع منه، وحطيته على فرن متوسطه لمده ساعه، هي ساعه واحده بس. وبعد ما طلع البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، كان طبعا سبته لما يبرد، ما ينفعش امسكه سخن قوي كده. ابتديت افكه من الكيس، هتشوفوه دايب خالص، ولا محتاج بقى يتشوي من فوق ولا احطه في الفرن، لا بالعكس، ده الطبقه الخارجيه منه طريه جدا. بصوا انا بقرب لكم بتنجانيه واحده بس كده، شوفوا. هقرب لكم كمان برضو بتنجان تاني، ناعمه خالص وزبده في ايديك، كانك عاملاها يعني زي المشويه، بس طبعا لا، طبعا خفيفه جدا. ابتديت اجيب سيرفيس تاني وابتديت اقطع واحده واحده. انا بقيت اوريها لكم برضو اهي بالتصوير. بصوا سهله ازاي حتى بالايدين. عايزاها بايديكي تعمليها، عايزه تجيبي بالشوكه وتشيلي. فصصت كيلو البتنجان كله زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده بالشوكه. تقدري تفصصي بالطريقه اللي تعجبك. بعد ما فصصته كلهم، جبت طبق فيه ملح وليمون وحطيت حته توم، حطيتهم عليهم وابتديت اهرس البتنجان كله. حطيت بقى زي ما انتوا شايفين اهو بابريكا، حطيت توم باودر كمان يعزز النكهه بتاعتها، ودي نص معلقه كمون ورشه كزبره. وفضلت طبعا اقطع فيها. حطيت طحينه الاول معاها في الاول كده كذا معلقه. طبعا الطحينه دي اختياري، في ناس بتحب طحينه كتير وفي ناس بتحب طحينه قليل. انا حطيت الاول 3 معالق زي ما انتوا شايفين كبار، وابتديت انا بالشوكه اهرس. لما بيبقى طبعا مع الملح، لما بيبقى البتنجان قطع كبيره شويه بيبقى ليها طعم غير لما بيبقى مهروس كله. وابتدي بالشوكه اهرس كل البتنجان واخلطه بكل التوابل اللي انا حطيتها دي. وفي الاخر شكله بصوا يشهي، طلع بابا غنوج رائع. سهله قوي قوي، وفر عليا الوقت. طريقه جديده شفتها عجبتني فقلت اشارككم بيها. طعمه مختلف طبعا شويه. عصره الليمون دي براحتك، تقدري تحطي ليمونتين او واحده. قلت اشارككم الوصفه ويا ريت تعجبكم، وهستنى تعليقاتكم على الفيديو.